الحسد ألم بالجسد ونار تتقد وهم ونكد وضيق وكمد وصاحبه في مراقبة ورصد ولا يحب الخير لأحد الحسد داء عضال مرض قتال شر وضلال يقطع الأوصال ويمزق الحبال وصاحبه لا يهدأ له بال مع ما هو فيه من شر واعتلال فلن ينال ما قدره الكبير المتعال. الحسد ما دخل بيتا إلا مزق بناءه فرق أبناءه فهذا يوسف عليه السلام قمة شماء لقي من إخوته الكيد والعداء هموا بقتله ثم ألقوه في جب الصحراء وباعوه بثمن بخس ليكون رقيقا مملوكا في بلاد الغرباء ودخل السجن سنين مظلوما مع الأبرياء اتهموه بالسرقة زورا وكذبا وافتراء وكل هذا البلاء والشر والعناء بسبب الحسد.